الكرة دايما بتدور على البطل اللي بيشيل الكاس، بس التاريخ ما بينساش البطل اللي شال الوجع. في لحظة واحدة الدنيا كلها اتلخصت في نظرة للسما، وظهر لابس عليه رقم 10 واقف لوحده قدام حلم بيضيع. روبرتو باجيو، الساحر اللي طوع الكورة بلمساته، الراجل اللي كان بيمشي في الملعب كأنه بيعزف مزيكا وسط الزحمة والخناق. شال أحلام بلد كاملة على أكتافه لحد ما وصل بيهم لآخر الخط. بس الخطوة الأخيرة كانت قاسية قوي. بادجيو ما كانش مجرد لاعب كورة، ده كان قصة إنسان عرق وتعب وباع الدنيا عشان لحظة، وفي الآخر الحظ أدار له ظهره، والوجع اللي كان في عيونه يومها خلى الناس تحبه أكتر من اللي كسبوا الكاس. أصل الوجع ده حقيقي وشبهنا، شبه كل واحد فينا، عافر في الدنيا وفي الآخر عندت معاه. طبيعي يعني. الراجل ده حول خسارته لدرس ودموعه للوحة فنية عاشت عليها أجيال. عرفنا ساعتها إن البطل مش دايما هو اللي بيرفع الذهب في الآخر، البطل هو اللي بيسيب حتة من روحه في قلوب الناس وما بيتموتش. ضيع ضربة جزاء بس كسب الخلود. روبرتو باجيو، الأسطورة التي خسرت بطولة وكسبت حب الملايين للأبد. اتفرج عليه كده وهو بيلعب، هتلاقي إنه هو ملك منطقة ال 18. تصويبات، استلامات، يجيب هدف من خرم إبرة. كان لاعب حريف جدا رغم قصر قامته، لان المعروف عن اللعيبه الايطاليه ان هم اجسام اطوال عندهم جرينتا، الحته الدفاعيه جامده. لكن بادجيو كان لاعب ايطالي الجنسيه وبرازيلي الامكانيات. كان لاعب ما فيش غيره في ايطاليا كان بيعمل اللي بيعمله. كل اللعيبه الايطاليه ما عندهاش حته ان هي تقدر تعدي وترقص وتشوط بشمالها او بيمينها. ده منتخب ايطاليا، واللعيبه الايطاليه ما عودتناش على ده. عشان كده باتجيو هو الاسطوره الخالده الايطاليه.